السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. انا النهاردة كده عند جدتي في المنصورة، ورحنا لها وشفت الجو هناك حاجة تانية خالص. وبصي هي اصلا بيتها على البحر دوت اللي هو هما بيسفروا فيه ناس وكده. كان الاول، دلوقتي لا. فطبعا دي الملاهي برضو قدام البيت بتاعها. فطبعا الملاهي العيال اول ما شافوها قالوا لي لا هننزل. قلت لهم خلاص يلا بينا، ونزلتهم ومتعتهم. وبصي خليتهم يلعبوا وفرحانين جدا ان هم نزلوا المنصورة وكده. على لجدتي انا ما بنزلهاش بقالي اكتر من 4 سنين، ما بنزلش خالص المنصورة نهائي. شفت الجمال، الاطفال بيلعبوا، ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويبقوا مبسوطين دايما. انا تقلت هنا لاولادي لان الجو هنا ساقع، وكمان اللي بالذات البيت على البحر، فطبعا تلج بمعنى اصح يعني. جيت 8 لبستها دلوقتي بنص كم، بس كمان شويه تلاقيني لبستها بكم. و8 من النوع اللي هي برادة جدا، فربنا يا رب يسترها ويعافيها من اي حاجه وحشه. وده بقى الفيديو الجميل اللي انا قلت اشارككم فيه. ومتنسونيش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم مني كل جديد. ولو انت لسه جديده في القناه انزلي اشتركي لي فيها. وقفنا وجبنا عصير وجبت لعيالي تمر. وده الشارع نزلنا نتمشى فيه. بعد ما جبت لهم العصاير وكده نزلنا اتمشينا في مكان كده بيقولوا عليه ان هو اسمه تقريبا شارع الكنيسة حاجة كده. الشارع ده مليان مشتريات، مش مليان محلات جميلة جدا. ما تنسينيش بقى في الاشتراك وتفعلي لي زي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انت لسه جديده في القناه انزلي اشتركي لي فيها عشان تنوري لي قناتي، عشان تلاقي كل جديد من ام مايا وتمني باذن الله وتشوفوه وهتحبوه جدا. طبعا انا ما عرفتش اصور كويس جدا علشان خاطر برضك الناس اللي ماشيه وكده، عشان ما اجيبش حد مثلا حد يتضايق كده يعني، فما رضيتش. ودي اسمها منية سمنود، وده هو الكوبري. هي فعلا ستي اخر الكوبري دوت بيتها بالظبط، هو قصاده في اول الكوبري من الناحيه التانية.